حاجه حاساها من اللزلزه. أرز منفوش مقرمش، قطع برص بالسين. ما حبيتهاش. الوضع مبلول في الاخر. بس انا عايز الاول اجربه من غير ما اغمس حاجه. انت هتجربه مرتين؟ ايه ده؟ تعملش زي عمو. السيريلاك بطعم الفول. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه قويه جدا من الاكل الهندي في دبي. احنا سالنا اصحابنا الهنود هنا اهو ايه احسن مطعم بتجيبوا منه اكل هندي، وقالوا لنا على اسم مطعم. كان اسمه ايه بقى؟ مش فاكر. بوران ميل. المطعم اسمه بوران ميل. فانا بشوفه كتير قوي في فروع كتير، بس عمرنا ما جربناه. فنصحونا ان احنا نجرب 5-6 حاجات، هنجربهم هنا ونقول لكم. احنا مش عارفين ايه اللي احنا بنجربه، هم اقترحوا علينا الحاجات واحنا طلبناها. احنا بس في حاجه واحده بس عارفينها، السمبوسه الهندي بتاعتهم جامده جدا، بس يعني هنجرب بقى بقيه الحاجات. ماشي، يلا نبدا. يلا هناخد حاجه من هنا وخلاص، صح؟ ايه ده؟ انا خايف ده يكون صوص بتاع حاجه. لا استني بس. ده حاجه اهو، ده حاجه بتتغمس في حاجه. هو فعلا الثلاث صوصات دول. ماشي. ده اسمه ايه؟ دوت اسمه باني بوري. باني بوري. بيقول لك ده برضو ممكن يكون اسمه جولجوبا. جولجابا. تحطوا نفسكم في موقف بايخه. اوكي. ماشي. اوربون. المهم يعني، طب ايه الصوصات اللي معايا مش قايل؟ طب تعالى نعمل سيرش عنه او نسال شات جي بي تي. طيب الباني بوري ده ب 18.5. بس انا عايز اقول ان الحلقه دي مش اعلان للمطعم ده، هو بس يعني كان ترشيح من اصدقائنا. وعايز اقول حاجه تانية، ان الاسعار اللي احنا بنقولها في الحلقه دي هي الاسعار اللي موجوده على ابلكيشنز التوصيل، مش الاسعار اللي هتشوفها في محل لما تروح، ممكن تكون ارخص. يعني واحد من اشهر ستريت فود في الهند وباكستان. لا يا عم انت لسه هتحكي لي حكايته. طيب هي بطاطس مسلوقه مهروسه. ماشي. وفي بصل اخضر وحمص وعدس متبل. وبعدين تيجي الخطوه اللي بتعمل السحر، بتغمس في ميه متبله اسمها باني. ماشي. ميه فيها نعناع وكزبره وبهارات وليمون وشطه. هي دي. ماشي. ده غالبا تمر هندي. ليه غمس تمر؟ لان برضو السمبوسه اللي كنا طالبينها قبل كده كان فيها تمر هندي، بس سبايسي بقى، خلي بالك، ومسكره شويه. يعني هي معظم الحلقه دي هتبقى ستريت فود، او يعني كلها. هنحتاج معلقه عشان البتاعه دي. هي دي فاضيه من جوه ولا ايه؟ هي دي الباني بوري نفسها، وده مش عارفين هي ايه، بس انا حاسه ان دول اسمه ايه، قمح يمكن. ما اعرفش. ماشي يلا ندوق. نفتحها. ايه ده ما بتتفتحش. طب يعني يمكن بيعملوها كده اهو، بعدين ياخدوا كده اهو، بعدين يحطوا جوه. استني سوا. مثلا كده اهو. انت عملت كده ساندوتش باني بوري. وبعدين الصوص ده هتحطيه ازاي؟ استنى اجيب معلقه تانية نضيفه. هما اهو بينقط بيقع من تحت. ما توقعناهاش دي بصراحه. يلا ايه، انا ما عملتش حاجه. طب كلي. فهي الفكره في ده، صح؟ ممكن مناديل عشان نعصب السيد المشاهد. عارف في بيت جدك لما تفضل تاخد مناديل. ده فعلا تمر هندي مسكر، وفي حاجه سبايسي. كانت ايه ده؟ انا ما حسيتش بحاجه سبايسي قوي يعني. بس هو حلو، بس انا مش فاهمه يعني، مش عارفه احنا بناكل ايه الصراحه. طب استنى، نحاول نزود الخلطه اهو. زود يا ابني، واديني من الاخضر. البتاع ده انا حاسه عامل زي العيش. اخد دي على بق واحد. لا يعني شغال سناك. هو سناك. هو ومش سخن، الحاجه كلها ساقعه. هو مش وحش يعني، ما اتضايقتش من اي حاجه في طعمه. ما حسيتش بحاجه غريبه، بس عادي يعني. يعني زي كأنه عيش محمص ومعاه بطاطس سبايسي وصوص مش مفهوم. انا مش عارف ده طعمه ايه لوحده. ينفع ادوق ده لوحده؟ مش فاهمه، بس حلو سبايسي قوي. الصوص ده وحش، صح؟ تمر هندي ده مسكر وسبايسي. مسكر قوي زياده عن اللزوم يعني. طيب نرجع الحاجه عشان ما انبسطناش. عايز اقول للسيد المشاهد لو هو ركز في الفيديو ده يقول لنا احنا خدنا كام منديل من علبه المناديل دي طوال هذه الحلقه. او بركز بقى للاخر، بقى اضطر تكمل الحلقه الاخيره مش تعدي لي كام منديل، والكسبان مش هيكسب حاجه.
والكسبان بجد، الكسبان هنقول اسمه في الحلقه الجايه، ان هو اللي كسب معانا في حلقه المناديل. حلقه المناديل. اللي بعده ايه ده؟ ده عن حاجه عامله زي الشعريه اللي عليها دي، كوسه ولا ايه ده؟ بس في ريحه بصل. بس شكلها دي حاجه حلوه عندهم. استني اقول لك دي اسمها ايه. بهل بوري. بهل بوري. وده برضو ب 18 ونص. هنشوف بقى عباره عن ايه. ماشي. انا مش عارفه ايه اللي جوه. بصل فعلا. يا لهوي ده بصل ني. طب هنجرب ونشوف، ربنا يسترها معانا يا رب. ده مش جاي معاه صوص، مش جاي معاه حاجه صح؟ ما احنا عايزين ناخد الطبقات كلها. طب يلا 1 2 3 جو. عارفين الحركات بتاعتكم دي. ريحته بصل قوي. يا لهوي ايه بصل، انا حاسس بصل بس. وفي حاجه مسكره. مش فاهمه ليه، مش فاهمه. هو مدي على سلطه يعني. هو البتاع ده حلو. والله يا جماعه لو تعرفوا احنا بنتعب قد ايه عشان ناكل البصل ده. مش هنتعب قد ايه. معلش انا حاسس الفيديو بتاعي ايه ده. طعمه حلو. بتاع العيش اللي اديتهولنا. طيب ارز منفوش مقرمش، قطع برص بالسين، بطاطس مسلوقه مكعبات، بصل متقطع ناعم، طماطم احيانا، كزبره خضراء، صلصه تمر هندي حلوه وحامضه، صلصه خضراء بالنعناع والكزبره، عصره ليمون، بهارات هنديه. يعني ايه الاساس بتاعه؟ رز. هو ده رز بقى وشعريه. هو ده الرز. طيب ماشي. احنا نسينا نقيم اللي فات في الاخر. ماشي صح. ماشي. بالنسبه لي ما مطلبوش تاني بصراحه. يعني حاسس ان هو صايص كده وملوش شخصيه. هو ما ضايقنيش. ماشي بس هو بس حاجات طريه مضروبه في بعض. ماشي. بس هاخد. انت طالب 2؟ لا ده حاجه تانية. اخوه. بالظبط يا فندم. طب بس هاخد من دي. ماشي. ده اسمه سيف بوري. ماشي. واخوه شكله كده يا حضرات. انا مش حاسه باي بادنى فرق. بس في حاجه هنا لزله كبيره. هي برضو بطاطس اهي، بس في صلصه تقريبا هو ده بطاطس كتير. انا خايف انه يكون العكس. امال ايه؟ وفي عيش تحت. بص ايه الفرق بينه وبين السيفوري؟ الاتنين من نفس الاسره يعني. ماشي. اللي قلنا عليه ده كان سلطه مقرمشه، لكن السيفوري ده تقيل شويه واغنى في الطعم. في اكراس بوري أيوة. تحت اللي هي تقريبا العيش، وفي بطاطس وصلصات، وبعدين طبقه محترمه من السيف اللي هو الشعريه حمص مقرمشه. ماشي. طيب يلا بينا. خد العيش. هو ايه هو ده. شكلها هتطلع اهم. يلا. ده كبيره قوي اللي انا هطبق دي. ماشي يا ستي. عدي يا سيدي يا مشاهد. يلا 1 2 هوب. برضه بصل. بس هي افضل بصراحه. دي افضل. العيش اللي هم حاطينه ده مدي طعم، بس هو طعم السكر اللي في التمر هندي ده مش حلو. بس حلوه. انا بالنسبه لي لولا البصل ان هو بصل ني. فدي حاجه صعبه قوي. وبعدين المشكله ان ده واللي قبله كانوا ساقعين. هو مش جاي سخن، هو جاي ساقع. هو شكله بيتحط في الثلاجه. بيتاكل ساقع يعني، مش غلطه. هاخد حته كمان مش عارف ليه. هنقيم كل حاجه في الاخر. انا في حاجه هنا خايفه منها. ايه ده؟ خايفه يطلع ايه يعني؟ بص مش عارفه حاجه حاساها من اللزلازه. انا مش عارف احنا طالبين ايه. انا مش فاكر. ايه ده سندوتش. افتحي كده. ايه ده؟ دي بطاطس جواها حاجه. لا والله انا متفائل بيها دي. وبصي جاي معاه ايه اللي انت بتحبيه؟ الفلفل السبايسي. ده جوه السندوتش ولا براه؟ لا براه. مش واقع منه. لا السؤال ده ده اسمه فادا باف. ده عباره عن بقى يعني بيقول لك ده ايكونيك ستريت فود. ده حاجه مميزه جدا عندهم. عباره عن البتاع ده اللي هو مش عارفين ايه هو. ده ب10. بصراحه غالي قوي. ايه جايب لي لقمه. شات جي بي تي بيقول لك ان فادا باف ده هو ملك الستريت فود في مومباي. حاجه شبه البرجر بس بنكهه هنديه جريئه وما فيهوش هزار. عيش طري صغير زي العيش الفينو اسمه باف، اللي هو زي اسمه ايه البان ده البان اسمه ايه يا جدعان؟ كايزر. جواه ايه بقى؟ بطاطس مهروسه، خردل، توم، زنجبيل، كركم، شطه، وبعدين بيتغلف بعجينه خفيفه ويتقلي لحد ما يبقى ذهبي مقرمش. والله العظيم متفائل. والله شكله هيطلع حلو. طب يلا 1 2 هوبا. جنزبيل كتير قوي. هو قال في تمر هندي برضو؟ لا. امال ايه السكر ده؟ مش عاجبك؟ حلو. هو طعمه هندي قوي 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 قوي. مش وحش، بس العيش تقريبا مسكر.
نجرب الفلفل ده ولا حرام بقى؟ هنعمل مسابقه نشوف مين اللي هياكلها على بق واحد. لا. حلو بصراحه، انا عاجبني. يعني لو كان سخن اكتر كان هيبقى احلى بصراحه. ماشي. الطبق الجاي اسمه الو باراتا. ايه ده جاي مش متقطع، ده كان متقطع في الصوره. خلاص كده انا مش عارف ده جواه حاجه ولا لا. افتحي بايدك وخلاص. تهيألي انت اول حد في العالم يقطع ده بالشوكه والسكينه. يا سيدي، يعني ايه جواه حاجه ولا مش جواه حاجه؟ انا حاسه ان ما جواهوش حاجه، ده عيش. طب بيقول لك دي اكله هنديه تقيله تقليديه فيها حشوات بطاطس مسلوقه مهروسه بصل اخضر كزبره كمون شطه جنزبيل ومسحه بهارات هنديه. امال ليه ما بس فيش كل ده حاجة بيتعمل في باينة؟ عجينه، ما هو كله مخلوط مع بعضه. لا بص لما اتقطعت، بص في هنا حته، يعني بص في شايفينها دي. يلا واحد اتنين هوبا. يلا ما حبيتهاش. بصراحه يعني بهاراته ما عجبتناش. ممكن حد تاني يحبها. يعني دي كانت بكام؟ نسينا نقول ب 13.75. يا لهوي ده غالي قوي. انا ما اعرفش ده بيغمسوا بيه حاجه. طيب الان مع النجمه الحفل. انا معايا ايه ده في حاجه تانية لسه؟ معايا حاجات. صوصاته. هو جايب لنا زبده ليه؟ ده جاي مع ده؟ معرفش. تكون الزبده بتاعت البراطه والله. واجار خضار بشكل اجار اكلم. اهي الحاجات اللي كانت في الكيس يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده؟ فين السمبوسه؟ السمبوسه ما جاتش. لا انا طالب سمبوسه متاكده ما جاتش. هو دي الحاجات اللي امال ايه الطبق اللي هناك ده؟ ده حاجات كلناها. اكلنا. السمبوسه مش موجوده. ما انت كنت طالب يبقى انت ما طلبتهاش. نسيت اطلبها. يا لهوي على الغباوه يا جدعان، دي كانت اهم حاجه في الدنيا. احنا اكلنا الباني بورو والسيف بورو، ده تقريبا السبرينج دوزة. ايه هو ايه السبرينج دوزة ب 24 درهم. يا لهوي ده غاليه. دي نسخه مطوره ومودرن متاثره بالفول رول. حاجه صيني تقريبا. ماشي. هي الفكره ببساطه الدوزه اللي هي العجينه بتتفرد رفيعه وبتحشي بحشوه زي حشوه السبرينج رول. بتتلف رول طويل وشيك. الحشوه غالبا بتبقى خضار سوتيه جزر كرومب فلفل الوان بصل واحيانا نودلز مع صوصات هنديه او صويا خفيفه وتوابل. اعتقد انها متاثره بالمطبخ الصيني شويه. بس موضوع الكرومب اللي جوه ده مقلقني. استنى انت بتقسمين كلهم؟ مش دي اللي على الوش؟ ماشي. يا لهوي ايه ما انا مش فاهمه. هما لازقين في بعض. لا حول ولا قوه الا بالله. لا شكلها انا هاكلها كده خلاص. المهم انا الصوصات دي مش عارفه بتاعت ايه، يعني هل هي بتاعت دي ولا بتاعت البراطه؟ ودي ريحتها غريبه بجد. الكرومب عامل فيها ريحه. لا في ريحه توابل كتير 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 قوي. بتاعي ريحتها فول. دي تقريبا بتاع خيار باللبن. زبادي. ممكن تساعديني افتح دي عشان عندي ايد واحده حاليا. منديل. الصوصين وقعوا على بعض. ده طبعا اختلاط اسيب. انا مش عارفه افتحها. لا والله ريحتها مش وحشه. بتبقلل في وشي. ايه ده؟ ازاي ده بيحصل؟ معرفش. ده ايه ده ضد الطبيعه. ما تحط اللي في ايدك دي في الطبق. صح. يا لهوي يا جدعان احنا بنعتذر على هذه الازمه اللي احنا فيها دي. احنا يا عمي يا رب يكون يستاهل بعد ده كله. خد لي بالك. طيب ده اللي شبه الفول ورينا قوامه كده. خش جواه بالشوكه وخلاص يا ستي. ما كده كده. ايه ده؟ استنى في حاجات جوه. بطاطس غالبا او طماطم. بطاطس. هم بيحبوا البطاطس قوي تقريبا. المطبخ الهندي بيحب البطاطس. وده الصوص التاني. وفي حاجات اسود عايمه على الوش. حاجات السودة هنشوفها هي ايه. ودي سلطه الزبادي بالحاجه. في معلقه نضيفه. وده اهو ماشي. والخلطه اللي جواه يا حضره المشاهد عامله كده اهو. يعني في خضار مشكل وبتاع. غالبا ده المفروض نغمس بيه حاجه من دول. ازاي ده يتغمس؟ انا مش عارفه امسكه اصلا. بس هيحصل بهدله يعني. بس انا عايز الاول اجربه من غير ما اغمس حاجه. انت هتجربه مرتين. ايه؟ هتجربه مرتين. مره بالتغميس ومره من غير التغميس. طب يلا. يلا 1 2 هلا هوبا.
ايه لا حلو مش وحش. خضار كتير، توابل كتير. نعم. العيش ده وحش قوي. العيش نفسه عشان مبلول يعني في الاخر الوضع مبلول في الاخر. لا ممكن اغمس في البتاع بتاع سلطه ده. متغمس، محدش هياكل الحاجات دي تاني. ممكن ايه ده؟ تعملش زي عمو ما اعرفش. لا والتوابل فيها كتيره جدا. انا حاسه ان انا اكلت برطمان التوابل. صح. ايه ده؟ حاسه بقى بهارات في بقي دلوقتي. انا دي اقل واحده عجبتني النهارده. ممكن ادوق دي؟ دوق اللي انت عايزه، انت حر. ايه السيريلاك بطعم الفول. يا ما بنقولش على نعمه ربنا كده. ليه؟ سيريلاك اكل لا عشان وفول قلت اكل. يعني ممكن ادوق ده؟ دوق. هو ده خلاص هنرميه صح؟ ايه بقى ده؟ ايه ده؟ دوق تاني كده بقى. نفسي افهمه شبه حاجه. لا 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 لا. ايه ماشي؟ لا هو لا. طبعا ثقافات، اختلاف ثقافات. المهم يعني نجم الحفل نسينا نجيبه اصلا بس هو كان حلو. السمبوسه اللي هو نسي يطلبها حلوه. طب المهم ماشي. طيب احنا نلم ونقيم. ماشي. اما الان احبائي مع التقييم. ماشي عندنا 6 حاجات. ماشي هنبدا بالترتيب اللي موجود ده وخلاص. اول واحد اللي هو عجبني، اللي هو كان ايه سندوتش البطاطس ده. كان ليه اسم اللي هو كان اخر واحد فاداباف. ماشي. ده عجبني. ماشي بس هو بصراحه حلو، كان من احسن الحاجات النهارده. من احسن الحاجات. كان السبايسز بس مش درجه اسطوره يعني. ماشي. ده اللي هو احنا مش فاكرين البراتا، اللي هو السبرينج دوزا. سبرينج دوزا. ده يا لطيف. سبرينج دوزا يا لطيف. بصراحه كان يا لطيف ولا ما كانش مش نافعه. انا بالنسبه لي يا لطيف. ماشي. ده اللي هو كان السيف بوري. سيف بوري اللي هو كان فيه بطاطس وكان فيه حاجه زي وعيش من تحت. ده عجبني. عجبني او شغال يعني. انت ليه مش بتخليني انا اقول في الاول؟ ماشي قول. انت قلت الحاجتين برضه. عماله انت تكرري وانا اقول اصح. شغال بصراحه. ماشي. هو حلو. بس انا مشكلتي مع انه هو كان ساقع. يعني احنا ممكن نعمل نفس الطريقه دي تخيلي بس بالسبايسز المصريه ويبقى تحت عيش بلدي بقى بتاعنا وفوقيه بطاطس. والله هتبقى حلوه. بطاطس عليها هي فكره العيش اللي تحت ان هو متحمص. بس لا هو ما كانش متحمص، هو كان مبلول بس كان بيقرقش. معايا كانش بيقرش. طيب ماشي. ده اللي هو البطاطس العيش المدور الفاضي اللي بيتحط جواه البتاع مش عارف كان اسمه ايه. باني بوري. انا اديله شغال. انت تديله ايه؟ شغال. ده اللي هو لا اللي هو البهيل بوري. اسمه بهيل بوري. تديله انت ايه؟ طيب انت اختاري. مش نافعه. وانا كمان بصراحه يعني عشان هو كان بصل اوفر ني والطبق نفسه ساقع وخفيف، ما حسيتش بطعم يعني معين. انت عارف هو شبه ايه شويه بس من بعيد قوي يعني. التبوله يعني في حته من توابل التبوله، الليمون ومش عارف ايه وبتاع. بس والبصل مدي برضو معايا. بس ما علينا اللي بعده. ماشي. ماذا عن هذا؟ الو براتا بقى. الو براتا. استني كده. هو ده اللي احنا خدنا منه قطمه وما كملناهوش. يا لطيف ان شاء الله. فوالله بنتاسف جدا لكل اصدقائنا الهنديين عن هذا. كان نفسي نجيب براتا السمبوسه. قولي. والله يعني انا كنت متوقع، يعني انا ما كنتش عارفه كل ال6 حاجات دي بس كنت متوقعه ان جواهم السمبوسه يعني. وانا كمان انا كنت فاهم ان انا طلبتها. بس لو حد ليه في الاكل الهندي عايز يقول لنا على حاجات تانية مكان مثلا او اطباق معينه نجربها يقول لنا في الكومنتات تحت، او لو بتقترحوا علينا اي مطعم تاني، اي كوزين تاني بقى، اي مطبخ تاني
اسيوي مكسيكي اي حته في العالم ونجربها في حلقه. بس ما تنسوش بقى ايه السؤال بتاع حلقه النهارده، ان كام منديل تم اخذه في هذه الحلقه؟ مش للدرجه دي يعني. والفائز هيكسب معانا شاوت اوت في الحلقه الجايه، هنقول اسمه الفائز وما تنسوش لايك يا جماعه. اللايك مهم قوي. والاشتراك لو مش مشتركين، ادينا بنفكركم اهو عشان تفتكروا. وشكرا ليكم، وما نجيلكوش في حاجه وحشه بصراحه وشكرا ليكم، استنونا في الحلقه الجايه من سوا اسماعيل.